واش البلبله كالعاده بلا ما نوصيكم ديروا لنا راي كومونتيرز ونبداو. القصه ديال الفيلم قصه حقيقيه، كتبدا قصه مع واحد البنت سميتها امبر، ولكن صحاباتها كيدلعوها وكيقولوا لها وهذا النهار كانت عندها واحد المسابقه ديال ركوب الخيل، وكانت راكبه على العود ديالها باور، وغادي تبدا المسابقه وغادي يبان باللي الحركات ديالها متناغمين مع باور بشكل غير طبيعي، وباور كيسمع كاع التعليمات ديالها وكينفذها، وغادي يبقى كيجري باقصى سرعه، والجمهور كيصفق لهم وكيشجعهم، وغادي تسالى المسابقه وغادي تربح وباور. شويه غادي تمشي عندها ريتا والام ديالها وغادي يهنئوها، وغادي تجي حتى الاخت ديالها الصغيره ماغي، وغادي تكون حتى هي ربحات في نفس المسابقه وفرحانه، وغادي يبقاو كيهنئوا بعضياتهم. ومن بعد غادي تدي العوده ديالها باور وغادي تبقى كتدرب هي وياه، وكانوا كيوجدوا راسهم باش يشاركوا في واحد المسابقه ديال افضل فارس هذا العام. وملي سالاو التدريب باور غادي ياخذ الشيته بفمه وغادي يمدها باش تسرح ليه شعره، وغادي يكون باين باللي مولفها وكيبغيها. شويه غادي تهضر مع الام ديالها ريتا وقالت لها بلي غادي تسافر في واحد المدينه قريبه لهم باش تخدم في واحد المهرجان لمده اسبوع، وهادشي كامل حيت محتاجه الفلوس باش تشارك في واحد المسابقه. وغادي تجي عندها الصديقه ديالها المقربه وغادي تسلم عليها قبل ما تمشي، ومن بعد غادي تودع الام ديالها وغادي توصيها باش ترد البال من باور. شويه الاب ديالها جاكي غادي يتصل بها وغادي نعرفوا باللي خدام في هاواي، وغادي يطمن عليها وغادي يسلم عليها وقال لها باللي قريب غادي يبدل الخدمه ديالو وغادي يجي يعيش معاهم في مره. وانا غادي تفرح وغادي تمشي باش تحتفل هي والعود ديالها وبداو كيجريو، ومن بعد غادي تودع وغادي تشد الطريق، وهي كتسوق غادي تبقى كتفكر اللحظات اللي دوزات مع العود ديالها. شويه الجي بي اس ما غاديش يبقى خدام وغادي تلقى راسها تلفات وسط الطريق، ويلا غادي تمد يديها باش تاخذ الخريطه، غادي تزلق بها الطوموبيل وغادي تقلب ودات واحد القصيده خايبه، وغادي يجي الدار ديالها فوق واحد العمود ديال الاسمنت، وهي طايحه في الارض. غادي تشوف واحد الطوموبيل دايزه من نفس الطريق وبقات كتغوت بصوت عالي باش ينزلوا ويعتقوها، وبالفعل غادي يشوفوها وغادي يتصلوا بالاسعاف، وغادي يجيو البوليس وغادي يقرب حداها واحد الضابط وغادي يسولها شنو هو الاسم ديالها والاسم ديال والديها باش يتاكد من اللي هي كاع ما فاقده الوعي، وهي غادي تقول له قرب مني شويه، وبقات كتشوف في النظر ديالو وكتشوف باللي هي مجروحه، ومباشره غادي تصل بالاب ديالها جاكي وقالت له باللي دات واحد القصيده، وهو يسولها ياك لاباس شنو وقع ليك، وهي تقول له ما وقع والو غير رجلي ما كنحسش بيهم. وانا جاكي غادي يتخلى عليها ولكن غادي يطمنها وقال لها بلي كلشي غادي يدوز مزيان. فهاد اللحظه غادي توصل الاسعاف وغادي يديوها للطبيب، وجاكي غادي يهضر مع ريتا وغادي يقول لها بلي بنتهم دارت قصيده وطلب منها باش تمشي مباشره للطبيب وتطلع عليها. وفي هاد اللحظه غادي تصدم وبقات كتبكي وغادي تمشي كطير باش توصل عندها للمستشفى، وفي الطريق غادي تشوف الطوموبيل ديال بنتها وهي مقلوبه وكلها مدمره، وغادي تلقى حوايجها مرميين في كل بلاصه، وبقات كتجمع في الحوايج وهي خايفه وكتبكي على بنتها. اما في الطبيب غادي تكون خايفه والدكاتره كيطمنوها وكيقولوا لها ما تخافيش غادي يكون كلشي على ما يرام. شويه ريتا غادي توصل للمستشفى وغادي تلاقى الدكتور ديال بنتها وقال لها بلي الاصابه ديال بنتك خطيره وبلي ما غاديش تقدر تمشي على رجليها مره اخرى. وانا ريتا غادي تنهار وغادي تبقى كتبكي. شويه غادي تدخل عندها الغرفه باش تطمن عليها، وملي لقاتها ناعسه ما بغاتش تفيقها وتبرزطها، وغادي تكون كتحلم بالنهار اللي كان فيه العيد ميلاد ديالها والاب ديالها جاب لها باور كادو، وقداش هي فرحات به وقع بيناتهم واحد الانسجام من النظره الاولى. وملي تفكرات القصيده غادي تفيق وهي مخلوعه، والام ديالها غادي تطمنها وقالت لها كلشي غادي يكون مزيان، ولكن ملي سولاتها علاش ما كتحسش برجليها غادي تصدمها وغادي تبقى كتبكي وقالت لها بلي ما غاديش تقدري تمشي مره اخرى. وانا غادي تصدم وغادي تنهار بكثره البكا، والام ديالها غادي تحاول تهدنها حتى غادي يوصل الاب ديالها جاكي وغادي يعنقها وغادي يطمنها وبدا كيحاول يخفف عليها. من بعد غادي يهضر مع مرته ريتا وقال لها بلي بنتهم غادي تكمل العلاج ديالها في واحد المركز ديال اعاده التاهيل، وبلي الشركه ديال التامين هي اللي غادي تكلف المصاريف ديال هادشي، وبلي غادي ينقلوها في واحد الهليكوبتر حيتاش الحاله ديالها ما تسمحش ليها تمشي في طوموبيل. فهاد الوقيته غادي تبقى كتفكر اول نهار ركبات فيه على العود ديالها، والام ديالها جابت لها واحد المدربه خصيصا باش تعلمها، وملي شافت العلاقه ديالها ما بينها وما بين باور بالزربه غادي تنبهر وكانت فرحانه ووافقت باش تدربها. من بعد غادي توصل للمطار والمعجبين غادي يبداو كيصوروها وكيهتفوا بالاسم ديالها، وهي غادي تكون فرحانه حيت ما نساوهاش وتفكروها. وملي وصلت لمركز التاهيل غادي يشدوها في واحد الغرفه، وريتا غادي تبات معاها باش تواسيها، ولكن غادي تطلب منها باش تمشي للدار وتطمن على العود ديالها باور ومراته. وريتا قالت لها غير كوني هانيه، الاخ ديالك وصاحبتك راهم مهتمين بهم. شويه غادي تشوف الكرسي المتحرك اللي غادي تكمل فيه حياتها كامله، وانا غادي تقلق، والممرضه قالت لها بلي ضروري خاصك تقبلي الوضع حيت الكرسي المتحرك هو السبيل الوحيد باش تحرك. ولا غد ليه المدرب ديالها غادي يوجدها نفسيا باش تمشى شي شويه، وغادي يبدا معاها التدريب ديال الترويض، وملي عاونها باش توقف غادي تكون فرحانه وكتضحك، ولكن بالزربه غادي تعيا وغادي تفهم بلي الموضوع ماشي سهل كيف ما كانت كتوقع. وانا ريتا غادي تحس بها وغادي تاخذها باش ترجعها للغرفه ديالها ترتاح، وفي الطريق بزوج بهم غادي يتغلبوا وبقاو كيبكيو وحزينين. وانا ريتا غادي تبقى فيها بنتها وغادي تعنقها وقالت لها بلي عمرها ما غادي تسمح فيها وديما غادي تكون في جنبها. لا غد لي غادي يجيو عند خوتها وصاحبتها المقربه، وانا الاخت ديالها الصغيره ملي شافت الكرسي المتحرك غادي تاثر بزاف
خنقاتها وبقات كتبكي. وبالليل ايم غادي تخرج بوحدها من الغرفه وقررت باش توقف من داك الكرسي المتحرك وتعتمد على راسها ودير تدريب ديال الترويض غير بوحدها. وبقات كتحاول بزاف وكان عندها واحد العزيمه واصرار قوي. وبالفعل اخيرا غادي توقف بلا ما يعاونها حتى شي واحد وغادي تفرح بزاف وغادي تبقى كتضحك. ولا غدلي في الصباح غادي يجي المدرب وغادي يبدا كيعلمها كيفاش تحرك بالكرسي المتحرك، ولكن هي ما عرفاش تستخدمه مزيان وغادي تقلق وبقى فيها الحال. ولا غدلي ما بغاش تمشي للجلسه ديال التدريب، وملي سولتها الام ديالها على السبب اللي ما خلاهاش تمشي غادي تنهار وبقات كتبكي وقالت ليها باللي هذا النهار كملها 19 عام وكتدوز عيد ميلادها في مركز اعاده التاهيل وحياتها كلها غادي تدوزها في كرسي متحرك. وقالت ليها بلي هادشي كامل اللي كيديروه ما عنده حتى شي فائده. وانا ريتا غادي تعصب وبدات كتغوت عليها وقالت ليها انا كنتسناك دابا في القاعه ديال التدريبات وخاصك تجي. وبالفعل ايم غادي تمشي لتما وغادي تفاجئ ملي لقات الاب ديالها جايب ليها واحد الكادو وقال لها عيد ميلاد سعيد، وجاب ليها في الكادو واحد السرج فيه حزام ديال الامان. وغير غادي تشوفو غادي تفرح بزاف وغادي يجيها الامل باش تعيش، وطلب منها باش تستخدمه باش يعاونها باش تشد التوازن ديالها ملي تبغي توقف. وهكا غادي تكمل العلاج ديالها وغادي تدوز الايام وغادي تحسن النفسيه ديال ايم وغادي يكون عندها حماس باش تعالج وتولي مزيانه. واحد النهار غادي تهضر معها الممرضه وقالت لها بلي واحد الشاب سميتو توك دار واحد القصيده وهذه سيمانه باش جابوه للسبيطار وما باغيش يتعالج. داكشي علاش ايم غادي تمشي عنده الغرفه ديالو وقالت له بلي قرات على الحادثه ديالو وعرفاتو بلي كان تيدير ركوب التيران، وقالت له بلي حتى هي في الاول كانت فاقده الامل بحالو ولكن نهار على نهار بدات كتحسن. وهادشي حيت عندها واحد الحماس كبير باش ترجع للهوايه ديالها المفضله واللي هي ركوب الخيل. وقالت له الا ما بديتيش العلاج ديالك حياتك كلها غادي توقف وغادي تبقى غير جالس وغادي تحس براسك بلي انت كاع ما عايش. وغادي تدوز الايام وغادي يجي النهار اللي غادي تخرج فيه من المركز وغادي تشكر الممرضه ديالها وغادي تودعها وغادي تلاقاها المدرب وغادي يتمنى ليها حياه سعيده وغادي يوصيها باش ما تستسلمش وغادي يسلم عليها وغادي يهنيها. وهي خارجه غادي تفاجئ بتوك خارج من الغرفه ديالو باش يتعالج وغادي يشوف فيها وغادي يهز راسو باش يشكرها. من بعد غادي تمشي مع الام ديالها للدار وهي فرحانه. وملي وصلوا للدار غادي تلقاهم الاب ديالها. وملي دخلت للغرفه ديالها بقات كتشوف في الجوائز اللي ربحات في المسابقات ديال ركوب الخيل وغادي تكون حزينه حيت الحلم ديالها تدمر وما غاديش تقدر تركب الخيل مره اخرى. شويه غادي تفتح البيسي ديالها وغادي تلقى واحد السيد سميتو داد مصيفط ليها بزاف ديال الرسائل ولكن هي ما غاديش تهتم بالموضوع وما بغاتش تجاوبه وبقات كطلب من الترجم على العود ديالها اللي كانت متوحشه بزاف. لغد لي في الصباح الام ديالها ريتا قالت لها بلي غادي تمشي تجيب اختها من الدروس ديال البالي وطلبات منها باش تجلس في الدار وتستناها حتى ترجع، ولكن هي غادي تخرج بالكرسي المتحرك ديالها ومشات باش تطمن على باور ومراته. وغير غادي تشوفها مرات باور غادي تقرب منها وايم غادي تسلم عليها وغادي تلاحظ بلي باور جالس بعيد وملي عيطات له غادي يعطيها بظهره. وهنا غادي تعتذر منه حيت سمحات فيه في هذه الفتره هذه الطويله ولكن هو غادي يشوف فيها بطرف عينيه وما غاديش يمشي لعندها وغادي تلاحظ بلي مقلق عليها. داكشي علاش غادي تاثر وغادي تمشي ولكن على غفله غادي تجي مسدوحه في الارض وغادي تشوفها الام ديالها وغادي ترجعها للبيت وغادي تعتذر منها حيت خلاتها غير بوحدها في الدار ووعداتها بلي غادي تبقى في جنبها حتى تقدر تركب على العود ديالها مره اخرى. غادي تدوز الايام وواحد النهار الاخ ديالها غادي يعاونها باش تطلع فوق العود واختها الصغيره والاصدقاء ديالها غادي يكونوا كيشوفوا فيها وكيشجعوها. شويه غادي تحس براسها ما قادراش تمشي به وغادي تطلب من ريتا باش تنزلها. شويه غادي تدخل عندها صاحبتها باش تواسيها وقالت لها انا من ديما كنعرف الشخصيه ديالك قويه ومستحيل تستسلمي بهذه الطريقه وغادي تعنقها وغادي تشجعها باش تكمل الحلم ديالها. لغد لي ايم غادي يجيوها بزاف ديال الرسائل عاوتاني من داد وقال لها بلي عنده المركز الثالث في المسابقات ديال ركوب الخيل. وهنا غادي تهضر معها ابل فيديو وطلبت منه باش ما يصيفطش ليها الرسائل مره اخرى ولكن هو غادي يصدمها وقال لها بلي كان متبع كاع المسابقات اللي شاركت فيهم وبلي هو معجب بها وبالموهبه ديالها وطلب منها باش تكون ضيفه شرف واحد المؤتمر غادي يدار على الخيول وقال لها بلي ممكن ديري بزاف ديال الحوايج مرتبطه بالخيل. شويه غادي تفاجئ بالاب ديالها جايب ليها واحد الكادو واللي هو عباره على واحد الطوموبيل تقدر تسوقها بلا ما تخدم رجليها وبالفعل غادي تسوقها غير بوحدها وغادي تمشي وهي فرحانه وحسات بلي اخيرا كترجع الحريه ديالها. وغادي تمشي لواحد المحل كيبيع السروجه ديال الخيل وغادي تشري واحد السرج جديد باش تركب على العود ديالها ويكون رابطها بواحد الحزام ديال الامان. ومن بعد غادي تاخذو ومشات مباشره لعند باور وبدات كتعيط عليه في الاسطبل ولكن هو غادي يشوف فيها وغادي يقلب وجهه وهي غادي تقلق وما كانش فاهمه بلي هو غير خايف عليها ولكن ملي شافها غاده وكتبكي غادي يخرج راسو وغادي يدير واحد الصوت وهنا غادي تفهم بلي كيعيط عليها وغادي ترجع لعنده وبقات كتحاول تركب عليه السرج ولكن كيطيح ليها في كل مره ولكن واخا هكاك ما غاديش تيأس وغادي تبقى كتحاول حتى لصقاتو ليه. وغادي تجي الام ديالها وغادي تعاونها باش تركب وغادي تربط الحزام ديال الامان وغادي تنطلق ولكن الام ديالها ريتا كانت مقلقه عليها. داكشي علاش ركبات
حتى هي العود ومشات معاها باش تونسها. وهما غاديين في الطريق جاتها واحد الفكره وقالت لبنتها ايم علاش ما تدربش الاطفال الصغار على ركوب الخيل، ولكن ايم غادي ترفض هذه الفكره، وهذا الشيء حيت هي كانت كتبغي غير تركب الخيل وصافي، وغادي تحس بالاحباط وباللي كاع الناس اللي دايرين بها كيلمحوا ليها بلي ما غاديش تقدر تكمل الموهبه ديالها وما غاديش تقدر تركب على الخيل مره اخرى. داكشي علاش طلبت من الام ديالها باش تبيع باور، وهنا الام ديالها غادي تقلق منها وبدات كتغوت وقالت ليها بلي ما كانتش كتقصد هادشي اللي فهماته وبلي باغا غير تشغل وقتها وتعمرو باش ما تبقاش كتفكر في الحاجات السلبيه، ومن بعد غادي تخليها بوحدها وغادي تمشي باش تفكر. انا ايم غادي تدخل الغرفه ديالها وكانت حزينه وكتبكي. شويه غادي تصل بداد وقالت له بلي هي موافقه باش تحضر المؤتمر، وملي مشات غادي تبقى كتعاود لهم على القصه ديال الحب ديالها الباور وكيفاش هي كتبغي الخيول وشنو هما الاحلام ديالها اللي مازال ما حققاتهمش. من بعد غادي تمشي لافاك وغادي تفاجئ ملي صورات عليها واحد المذيعه ديال واحد البرنامج مشهور باغا دير معاها واحد الانترفيو، وقالت ليها بلي الجمهور ديالها باغيين يشوفوها وهي راكبه العود ديالها باور، وايم بالزربه غادي توافق بلا ما تردد. وغادي يجي النهار ديال اللقاء وغادي تبقى كتعاود لهم القصه ديالها كيفاش حتى تعرفات على باور ولات الصديقه ديالو، ومن بعد غادي تركب على باور وقالت له بلي غادي توجهو في الطريق غير بيديها وهو خاصو يدير واحد الصوت باش يقول ليها بلي راه فهم، وغادي يبقى كيجري بيها وريتا غادي تكون خايفه عليها وغادي تمشي كتجري باش تعتقها، ولكن ملي وصلت غادي تلاحظ بلي هي فرحانه وكتضحك ومتحكمه مزيان في العود ديالها، والمصورين غادي يفرحوا وغادي يبداو كيصوروها وصحابها غادي يكونوا فرحانين وكيصفقوا ليها. وهنا غادي تفكر باش ترجع للمسابقه ديال ركوب الخيل مره اخرى، وغادي تدوز الايام وغادي يجي نهار ديال المسابقه وغادي تكون الاسره ديالها تما كتشجعهم معاهم حتى داد. انا وحده من المشجعات غادي تبقى كتغوت على الام ديالها حيت سمحت فيها باش تشارك في هذه المسابقه وما كانش خايفه عليها، وغادي تبقى كتهمها بالاهمال. وانا ريتا غادي تعصب عليها وبغات تمشي باش تنتفها، ولكن ولادها غادي يهدنوها. وانا ام غادي توجد راسها باش تشارك في هذه المسابقه وهضرات مع باور وقالت له بلي غادي نواجه انا وياك المستحيل في هذه المسابقه، وغادي يديروا واحد العرض اسطوري وكاع الجمهور غادي ينبهروا بهم وغادي يبقاو كيصفقوا ليهم. ومن بعد ما سالت المسابقه الاسره ديالها غادي يمشيو باش يهنئوها وهي غادي تكون فرحانه والثقه في نفسها غادي تزاد. وبالليل جاكي غادي يشوف مراته ريتا حزينه وهو يمشي لعندها وقال لها من المفروض تكوني فرحانه بهادشي اللي وصلت له بنتنا، ولكن هي غادي تبقى كتشوف فيه وكتبكي وقالت له بلي لحد الان مازال ما استوعباتش بلي بنتها غادي تدوز حياتها كامله فوق كرسي متحرك، ولكن هو غادي يهدنها وقال لها بلي مادام حنا في جنبها بنتنا ديما غادي تكون بخير. وواحد النهار المدربه ديال ام غادي تفرحهم وقالت لهم بلي الجمهور رشح بنتهم باش تشارك في واحد المسابقه ديال اكبر فارس في امريكا. وانا ام غادي تفرح وقالت العود ديالها باور بلي خاصهم يوجدوا راسهم ويتدربوا على قبل هذا اللقب، وغادي تبقى كل نهار كتخرج به من الاسطبل وكتدرب هي وياه. ولكن واحد النهار غادي تطيح من فوق منه وغادي تمشي ريتا بالزربه وغادي تديها للمستشفى باش تعالج، وتما الدكتور غادي يقول لها بلي عندها بزاف ديال الجروح في الجسم ديالها وخاصها تجلس واحد المده طويله في المستشفى باش تعالج. ولكن ام غادي تعصب وغادي ترفض الهضره ديال الطبيب، وهذا الشيء حيت هاد المده غادي تمنعها من التدريب وما تقدرش تشارك في داك المسابقه، وغادي تقرب منها ريتا وغادي تعنقها وغادي دوزو 6 ديال الاسابيع وغادي تعالج، واخيرا غادي ترجع للدار والاسره ديالها غادي تكون فرحانه بها، وصاحبتها غادي تقرا ليها واحد الرساله صيفطها ليها واحد الولد ديالها عنده 10 سنين، وغادي تعرف باللي ملي كان صغير حتى هو دار واحد الحادثه وتا هو كيستخدم الكرسي المتحرك بحالها، وملي كيشوف القوه والعزيمه اللي عندها ملي كتركب فوق العود كيجي حتى هو الحماس باش يكمل حياته بشكل طبيعي. وانا ام غادي تفهم باللي هي قدوه لبزاف ديال الناس وخاصها تكمل المسيره ديالها اللي بداتها، وانا غادي تقرر باش ترجع للتدريب مره اخرى باش تكمل الحلم ديالها، وحتى ديت غادي يبقى كيشجعها وغادي يبان باللي هو معجب بها وكيبغيها. وغادي تدوز الايام وغادي يجي نهار اللي غادي تسافر فيه باش تمشي تشارك في داك المسابقه، والام ديالها قالت ليها بلي ريزرفات ليها واحد الطياره، اما هي غادي تاخذ باور وغادي تمشي عندها بالطوموبيل. وفي داك الليله كانت الشتا بزاف وام غادي تكون مخلوعه على الام ديالها وغادي تتصل بها باش تطمن عليها، وريتا قالت ليها غير ما تخافيش حنا قربنا نوصلوا. وملي وصلات غادي تلقاها متوتره وخايفه تخسر، داكشي علاش قالت ليها بالرغم من الاعاقه ديالك قدرتي توصلي لاكبر مسابقه ديال ركوب الخيل في امريكا، وغير هذا بحد ذاته راه انجاز كبير، فهادشي اللي وصلتي له راه صعيب بزاف وخاصك تفتخري بهادشي. وفي الصباح غادي تكون فرحانه وبالخصوص ملي شافت الصديق ديالها ديت قبالتها وقال لها بلي ما قدرش يخليها غير بوحدها وما يجيش لعندها، وهي غادي تفرح بكلابه وغادي يعاونها باش تنزل فوق العود ديالها، وغادي تبقى كتشوف فيه وكتبسم وباينه بلي حتى هي ولات كتبغيه. من بعد غادي تبدا المسابقه والمشاركين كلهم غادي يستعدوا وغادي يجي الدور ديال ام، وريتا غادي تعاونها وغادي تلبسها حوايجها وقالت لها بلي هي فخوره بها، وام غادي تشكرها حيت وقفات في جنبها هاد المده هذه كامله. من بعد غادي توقف قبالة الجمهور وكلهم غادي يبقاو كيصفقوا ليها وكيهتفوا بالاسم ديالها هي وباور، وام هضرات مع باور وقالت له وجد راسك كيما شحال هادي، وباور غادي يفهم القصد ديالها وغادي يتحرك بالزربه وغادي ينفذ كاع التعاليم اللي كتقول ليه، والجمهور كيشجعهم وكيصفق ليهم. ومن بعد غادي تسالى المسابقه والحكم غادي يعلن بلي هي اللي ربحات، وغادي تكون فرحانه حيت بالرغم من الاعاقه ديالها قدرت تحقق الحلم
ديال الطفوله اللي عندها. وحتى لهنا كتسالى القصه. الا وصلتي لهنا ما تنساش تخلي معك لايك وسبسكرايب وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، وما تنساوش تدخلوا عندي القناه الثانيه واللي هي سينفليكس ستوري واللي كندير فيها بزاف ديال لي بودكاست والقصص المشوقه. كانت هذه نهايه القصه. كان معكم خوكم سينفليكس. تهلاو.